عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائنا وأعزائنا المتابعين، مساء الحلال الجميل ده على عينيكم. شايفين أنا وماما منورة إزاي؟ بانكيك، أحلى بانكيك هنعمله النهاردة إن شاء الله. حاجة كده منتهى الروعة، حاجة كده جميلة خالص يعني. الكلام ده طبعا هنسميه ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وندخل نعمله. دي بيضة واحدة ونص كوباية سكر ونص كوباية زيت ونص كوباية لبن وبيكنج باودر وذرة ملح. انا حطيت البيضة يا جماعة، معلش، البيضة وحطيت معاها السكر، حطيته بالتدريج، تمام، والفانيليا كمان، والزيت هنا. الموضوع ما يستاهلش مضرب او خلاط. اللبن بحطه بالتدريج. اول حاجة ضربتها البيضة مع السكر والفانيليا، وبعد كده الزيت، وبعد كده اللبن معذرة، والدقيق يا جماعة نص كوباية دقيق. حطيت عليها ذرة ملح ونص كوباية معلقة بيكنج باودر معذرة. هنا البانكيك انا بعمله على البوتاجاز من فوق على اي جريل عندي او اي طاسة تيفال او حاجة. اول ما بنزل البانكيك كده بشوفه يا بنات، بقرب لكم اهو. اول ما بيتخرب كده بتقلبيه، ما تخافيش، انت بيبقى متهيالك ان هو طري بس هو من مستوي يعني من تحت، فاقلبيه. انا بحاول اجيب زاوية اهو، خليه اللون ده كده بيبقى كويس. حالة سريع جدا، وهو لحد المرحلة دي مش مكلف يعني، هو تكلفته بس اللي احنا شفناه. انا بحاول اظبط حجم كل وحدات البانكيك يعني عشان يطلعوا في حجم واحد. البانكيك ممكن يتاكل كده مع الشاي، ممكن تزوقيه بأي حاجة تحبيها، مربى، بشوكولاتة زي ما هنعمله، بعسل. وزي ما قلت لكم ممكن يتاكل كده. وصفاتنا يا جماعة لو بتعجبكم يشرفنا انكم تشتركوا في القناة ونشوف لايكاتكم الجميلة. بحبكم جدا. البيضة ونص كوباية الدقيق والمقادير اللي احنا قلناها عملت الكمية دي كلها. انتي لو مستعجلة وعايزة تعملي اي حالة سريعة ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص. وزي ما قلت لكم هو لحد المرحلة دي حلو قوي، وممكن يتاكل كده مع الشاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما قلت لكم كده، اول ما بنحس ان هي بتبقى متخرمه كده بنقلبها. انا بحاول زي ما قلت لكم اختار زاويه مع يعني اقلبهم مظبوطين. وهو يا جماعه الكميه دي هنا معلقتين لبن انا سخنتهم قوي، وهنا عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته بني. دوبت الشوكولاته البيضه في معلقتين اللبن، واديني بحطها ما بين كل واحده والتانية زي ما انتوا شايفينها كده.
دي شوكولاتة البيضة، ودي شوكولاتة البني اهي، برضو حطيت لها معلقتين لبن وهغرق فيها بقى وحدات البانكيك واطلعهم، واعمل بقى الكمية كلها كده. واديني بزوق وحدات البانكيك بالشوكولاتة البيضة، حطيتهم في كيس تلاجة صغير عادي.